الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات سماعتنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما يتقن لكم سقات عنكم دحان نختلو بعد العبي تسفائه لرب سبحانه وتعالى خآي لمنه لعنان عاختكم من قد يمان ومن قد خير من قد سلمناك مرحنا آمين. سبحان الله، اليوم عربي ولا تقريني؟ أنا نسيت والله يا جماعة الخير، سامحوني. أنا حسب اليوم تقريني. طيب خلاص، نعود إذن باللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة في أصح قولي العلماء. تحدثنا في اللقاء السابق عن كره النبي صلى الله عليه وسلم للثوم والبصل، وذكرنا أنها يعني تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. تحدثنا أيضا عن كرهه صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، أكل لحم الضب. وتحدثنا أيضا عن كرهه صلى الله عليه وسلم للطعام، وهو أن يؤكل الطعام وهو حار ساخن جدا، وكذلك يكره أن يشرب الشراب وهو حميم يعني ساخن جدا. تحدثنا عن هذه الآداب النبوية الطاهرة الكريمة التي هي في صالحنا صحة ودينا وأدبا. تحدثنا أيضا عن أنه كان يكره الشكال من الخيل، وفسرنا ما معنى الشكال، يعني الخيول التي تكون ألوانها مختلفة، بمعنى القدمان الأمامان يختلفان عن القدمين الخلفيتين إن صح التعبير. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يكره الحذف أو الخذف، كان يقول إنها تفقع العين وتكسر السن ولا تنكأ العدو. ومن آدابه الطيبة العظيمة صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقام له. سبحان الله، شوفوا هذا النبي الكريم الذي هو أفضل البشر وهو أفضل الرسل وأول من يدخل الجنة وأول من يكسى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع للناس يوم العرض الأكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قولوا آمين آمين. بالمناسبة مشاهدي الأكارم، هذه المجالس تحضرها الملائكة حتى لو كانت عبر أونلاين. في كل مكان أنت تجلس تذكر الله فيه يحفك الله سبحانه وتعالى بالخيرات. فلما ندعو أثناء الدرس فلعلها ساعة استجابة، لأن حينما تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة، أليس هذا مواطن من مواطن الإجابة؟ لمثل هذه الأمور حقيقة تفتح السماوات، ولذلك تحرص في هذا المكان أن تستغفر الله، أن تذكر الله، أن تسبح الله، لأن هذا مكان لا يذكر إلا الله عز وجل. فأنا أقول يعني كان بأبي هو وأمه مع هذه المكانة العظيمة يكره أن يقام له صلى الله عليه وسلم. قال: فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم،
الصحيحة، يعني السلسلة الصحيحة في 3358. إذن الحديث صحيح. يعني هنا يذكر لنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصحابة كانوا يحبون أن يقوموا لرسول الله، ولكن تركوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. سبحان الله، هذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. واليوم بعض الرؤساء وبعض الملوك إذا لم يقام لهم تعرض الشخص لأشد أنواع العقوبة، ربما يفصل من عمله، ربما يعتقل، وربما يحصل له. وهذا النبي الكريم هذا هو تواضعه. بل بعض مدراء الشركات، ناهيك عن الرؤساء والوزراء، دعك من هذا أصلا يصيب الموظفين رعب إذا دخل عليهم مسؤول كبير، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان يعني يحب أن يقام الناس له عليه وعيد شديد سيأتي هذا، لكن مجرد المحبة، وهذا نسأل الله العافية والسلامة، يعني دليل على وجود كبر. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذه الأمور، دليل على وجود كبر في القلب، وبالتالي هذا يؤدي إلى الوعيد الشديد. نعم. فكانوا يكرهون، وكان يكره، وكان الصحابة يحبون ويودون. والنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، نحن أمرنا أن نعظمه وأن نوقره وأن نحترمه صلى الله عليه وسلم، فليس أحد أحق بالاحترام والتقدير كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمقام الرسالة ولمقام النبوة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا النبي الكريم يجب علينا توقيره ومحبته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله عليم بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يا سلام، آداب عظيمة مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقام النبوة ومقام الرسالة جدا عظيمة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تروح تناديه يا محمد، لا، غلط، هذا رسول الله، المفروض تناديه بكل احترام وتقدير وخفض صوت، تقول يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. هكذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هنا إضافة تشريف بعبده، إضافة تشريف ومكانة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن هذا النبي الكريم حتى لو قمنا له يستحق ذلك، ولكن عليه الصلاة والسلام من تواضعه منع الصحابة رضوان الله عليهم من القيام له كلما دخل وكلما خرج. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود،
فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وهذا توجيه آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا. جواز الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لعلة أصابته، ولهذا الحديث العظيم الذي بيننا وبينكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا العلة بأن فيه تشبه بملوك فارس والروم، ومعروف أن ملوك فارس والروم يحبون أن يقف الناس لهم، فإذا كانوا هم جلوسا كان الناس وقوفا، وهذا من إجلالهم وتقديرهم وتعظيمهم بغير حق. أما شريعتنا فإنها تأتي بالتواضع والتذلل لله عز وجل، فبالتالي كان على المأمومين أن يتبعوا إمامهم. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه النهي عن قيام الغلمان واتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة. وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا، بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف. هذا صحيح. مسألتنا ليست مسألة الداخل القادم من السفر. القادم من السفر يقام له ويسلم عليه، لكن المقيم الذي هو موجود ها هنا فلماذا الناس يقام لهم؟ وفي ذلك تفصيل. قال ابن عثيمين رحمه الله: قال أهل العلم: القيام 3 أقسام. الأول قيام الرجل، قيام إلى الرجل. الأول قيام إلى الرجل. الثاني قيام للرجل. الثالث قيام على الرجل. يا سلام، رحم الله ابن عثيمين وتفصيلاته الجميلة التي كان يتحفنا بها رحمه الله، خاصة في الحرم، في الدور في سطح الحرم كانت دروسه جميلة. الله يرحم تلك الأيام ويرحم الشيخ ابن عثيمين، كانت من أكبر الحلقات على الناس، وكان الشيخ تميز جدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا التقسيم الجميل لاحظتم؟ قيام إلى الرجل، قيام للرجل، قيام على الرجل. قال: فالقيام إلى الرجل لا بأس به، وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما دخل عليهم قال: قوموا إلى، ليس معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، قال: قوموا إلى سيدكم. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة من الأنصار إلى سيدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الثاني القيام للرجل، وهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه كما في السنة، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين. يقول: الثالث القيام عليه، كأن يكون جالسا ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. هذا منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخاف على الرجل أن يتعدى عليه أحد، فلا بأس أن يقوم عليه القائم. انتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح رياض الصالحين باختصار. سبحان الله، أرأيتم تلك الدروس الخفيفة التي كان يلقيها هذا الإمام بعد صلاة العصر؟ هكذا الناس فرغوها من التسجيلات وجعلوها كتابا يقرأ ويستفاد منه. وها نحن اليوم ننهل من علم الشيخ وهو في قبره رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا تفصيل جميل من الشيخ ابن عثيمين، قسمه إلى 3 أقسام، وذكر أن أعظم الأقسام حرمة هو القسم الثالث
الذي يكون الإنسان قائم على رجل تعظيما له وتقديرا له دون أي حاجة، دون أي حاجة يقف أمامه، كما كنا يعني نسمع على ملوك السابقين أن يقف على يمينه رجل وعن يساره آخر من أجل فقط التعظيم والتقدير، هذا حرام. لكن اليوم الرؤساء والملوك قد ربما يكونون في خطر، وكذلك بعض الأثرياء ويكونون في خطر، فيكون الذي عليه فوقوفه هنا حاجة ماسة حماية له من الاعتداء عليه، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن الإشكال أين؟ الإشكال والخطر والعياذ بالله الذي يحب أن يقوم الناس له، نسأل الله العافية والسلامة، اللهم طهر قلوبنا. الذي يحب أن يقوم الناس له هذا والعياذ بالله في قلبه كبر، وفيه وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه وعيد شديد، من سره أن يقوم الناس له فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه ناتج عن كبر وعن يعني غطرسة وغلو، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم الناس له، وهو من في مكانته يتبعه اليوم أكثر من مليارين مسلم، أو قرابة المليارين مسلم يتبعون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آدابه العجيبة كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يمشي أحد خلفه، تخيلوا، في السير كان يكره عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى لا يهين الذي خلفه. شوفوا هذه الآداب العظيمة، ليت أتباع النبي عليه السلام من كل فئات العالم يسمعون هذه الآداب ليعرفوا أنه رسول كريم جاء بالتواضع وبالأخلاق الكريمة، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه، ولكن يمين وشمال، أي كان يكره أن يمشي أحد خلفه لكن عن يمينه وشماله، وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في آخرهم، تواضعا لله واستكانة له، وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب الشريعة. هذا كلام وتفسير الشيخ محمد بن صالح المنجد. وأزيد أيضا فيه حفاظا على كرامة المتبوع الذي يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كأنه ذليل أو كأن مكانته أقل، فبالتالي هنا حفاظا على كرامة هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي أحد خلفه. وهذا حديث آخر عجيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه. يا أخي والله شيء عظيم، كيف يمشون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا هذا التواضع. من يستطيع اليوم أن يمشي أمام رئيس ولا أمام مرؤوس ولا أمام، ما في أحد يجرؤ أصلا، إلا أن يكون حارس أمن من أجل الحراسة ومن أجل أن الحماية يفعل ذلك. أما أن يتقدم
المرؤوس الرئيس فهذا نادر. لكن انظروا إلى هذا النبي الكريم يسمح للصحابة الكرام أن يذهبوا أمامه ويتركون خلفه للملائكة. وهذه أيضا يعني معلومة من المعلومات المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمشي خلفه الملائكة، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر طبيعي يتنزل عليه الوحي وتحفه الملائكة وتكون دائما معه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه علة وجود الملائكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم يعني ليس لعدم مزاحمة. لماذا الصحابة لم يمشوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا الأسباب، وهنا حتى لا يتوهم الضيق في الطريق، وإنما هو تعظيما للملائكة التي تمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك سببان. السبب الأول عدم مذلة الشخص حتى لا يقع في المذلة. السبب الثاني هو أن تعظيما لمكانة الملائكة التي تمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأدب النبوي الكريم أولا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي برجليه، وهذا تواضع. الأمر الثاني كان يمشي حافيا، وهذا أيضا تواضع. بالمناسبة المشي حافيا من السنة، وفيه أيضا علاج لكثير من الأمراض التي يصاب بها الإنسان وهو لا يعلم. فأحيانا المشي حافيا مطلوب، الله يعفو عنا. دائما نمشي بهذه الأحذية ونركب السيارات، ومن السنة أن تمشي حافيا لمسافات معينة تطبيقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن العلماء اليوم، علماء الطب خصوصا الطب البديل، وجدوا أن في أسفل القدمين بعض من الشرايين التي لها علاقة بالدماغ ولها علاقة بالجسم، حتى لها علاقة بالقلب أيضا والكبد والبنكرياس وغيرها، هذه إذا نشطت فإنها تؤثر حقيقة إيجابيا على المخ والقلب والأعصاب. وهذا يعني أنا لست طبيبا، ولكن لو أنتم قرأتم وبحثتم في هذا تجدون العجب والعجاب. فبعض علماء الصين وأطباء الصين يعالجون بعض الأمراض المستعصية من خلال التدليك ومن خلال العلاج الطبيعي من خلال باطن القدم. والسنة قد سبقتهم في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا. والمشي حافيا أحيانا يعترضك حصى، أحيانا يعترضك تراب، أحيانا يعترضك أمر يعني تراب حار أو حصى ساخن وبعضه بارد، وكل هذا حقيقة مؤثر إيجابيا على الجسد فإنه يدور. فأنا أنصح إخواني إذا وجدوا فرصة أن يسيروا. العجيب أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يمشي مسافات بعيدة من مسجده إلى بيته رحمه الله ماشيا حافيا. أحيانا كان يمشي تارة بالنعال وتارة حافيا، وهذا تطبيق للسنة النبوية الشريفة. ومن السنة المفقودة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كان يمشي سريعا كأنما يتصبب من صخر، مشيه سريع. مشي الرياضيين اليوم، تعرف الرياضي الذي يمشي هكذا سريعا، هذا كانت طبيعة مشي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مشى كأنما يتصبب من صخر، يعني كان الصحابة يتعبون حتى يلاحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المشي هو المشي الصحي، يعني هذا المشي هو المشي الصحي الذي حقيقة يعني يحرك البدن كاملا. طبعا الرياضيون والأطباء يقولون أفضل الرياضة بعد السباحة المشي المستمر الدائم الذي يمشي دائما
فإن ينال الصحة والعافية، ولكن عليه أن يمشي كما كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، قد نكون أحيانا مشغولين بالعمل وبالدوام وبالالتزامات والذهاب وليس عندنا، لكن أحيانا إن تيسر لك أن تمشي فتطبق السنة، أن تمشي سريعا ولو لمرة واحدة، ففي ذلك الأجر والثواب. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. تلاحظون أن نحن نتابع حركات هذا النبي الكريم، والأعجب من هذا أن جميع حركاته عليه الصلاة والسلام مقيدة ومسجلة. تبارك الله، شوف كيف حفظ الله حركات هذا النبي الكريم وكأنه بين أيدينا. والله لنحن أعلم بحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حركات أبنائنا وبناتنا. أي والله، يعني ما نعرف هذا المشي لبناتنا وأبنائنا أو هذه التفاصيل الدقيقة، لكن هذا النبي الكريم رصد الله لنا حركاته من أجل أن نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو حقيقة المفسر للقرآن الكريم. ونزلنا عليك القرآن تبيانا، الكتاب تبيانا لكل شيء، فمن سيبين لنا إلا إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هيأ الله عز وجل من العلماء والحفاظ ومن الأتقياء والورعين الذين يجتهدون في حفظ السنة النبوية الشريفة. ألا رحمة الله على تلك العظام، الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأئمة العظام من المحدثين، يحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، يعني ممن لا يحضرني اسمهم الآن. هؤلاء الأئمة رحمهم الله حفظوا هذه السنة. ونحن الآن نتكلم عن كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. سنقف ها هنا. كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. سنقف هنا ونشرح إن شاء الله في الأسبوع القادم عن هذه الكراهية. لماذا كان يكره عليه الصلاة والسلام النوم قبل العشاء، ولماذا كان يكره الحديث بعد العشاء، وهل هناك حالات استثنائية في ذلك، وماذا كان برنامج النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء. كل ذلك إن شاء الله نستمع إليه ونتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لننال الأخلاق الكريمة ولنفز بالمغفرة والمحبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام تنال به محبة الله، وإذا أحبك الله دخلت الجنة. لا يمكن شخص يحبه الله عز وجل ويدخل النار أبدا. إذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المحبين له الذين يجتهدون في تطبيق سنته إن شاء الله هم من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. ما في طريق ترى، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك أنت أحرص على هذا هو الذي ينفعك، لأن حياتك محدودة، 70 سنة 80 سنة، بعدين يا جنة يا نار. فريق في الجنة اللهم اجعلنا منهم وفريق في السعير. القضية ما فيها لعب. يعني يا إخوان يا أخوات يا ناس يا عالم يا هو، أنذر الله عز وجل وأعذر وأرسل رسله أنزل كتبه. ما فيها كلام، هذا كلام قاطع، يا جنة يا نار. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يوفقنا لكل خير. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا جدا، ليست سهلة. لماذا نتتبع أثر هذا النبي حتى نكون من الذين يحبهم الله ويغفر لهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.